لو أنزلنا هذا القرآن على جبل 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 لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 468 لوانا كاين تفسير قرآن بيروز بيم وخزمتان بمبستي رزامندي رب العالمين وهيوادان ايوي ازي سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ولا خوش رسام كله أنا رابردوش لخدمة وآت بيروز داوين أيكو مري برواداران اتقوا الله تقوى الله بكن وابتغوا إليه الوسيلة واتا داواي وسيلة وهوكار بكن لون زيقبون ولا رب العالمين وجاهدوا في سبيل الجهاد بكن لبيناوي الله لعلكم تفلحون تاوكو سرفراز بن لدنيا ولقيامة. بلا خوش يستأثر وكو باس ماكر أو وسيلة وكو بتابة لأضواء البيان كباس ماكر بريتيلا دفرمي بريتيلا ويكوا بأنزام داني فرمان كانوا خو باراستن لقد كراوكان بإخلاصه بصوابه بإخلاصه ما بس تنها خوابي بصوابه بوشي وبي كوا بيغمبر فرماني بيكري صلى الله عليه وسلم وفرموتي وأنزامي ده كواتب إخلاصه بصوابه طاعة أنزام بدن ده بتماين زيقبون وتان لا ذات رب العالمين بدس هينان رزامندي وأجر باداشت أجري وأصل الوسيلة أصل وسيلة لسي الطريقة التي تقرب إلى الشيء وتوصل إليه كوات أصل وسيلة واتأوه كاري كوا لا لما بس نزيك الدكاتة وددقيني بما بس لرجدا وهي العمل الصالح كوات أصلي وابتغوا إليه الوسيلة كردوي تساق أنزام دي بودو شرتك واباس ماكر بإجماع العلماء كوات إجماع كورايزانا لسر وابتغوا إليه الوسيلة عمل صالح أنزام بدا تاوكن زيك بيولا الله لأنه لا وسيلة إلى الله تعالى إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هيت هو كاريك نية لا الله سبحانه وتعالى نزيك بكاتو إلا بشوين كوتني بيغمبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالآيات المبينة للمراد من الوسيلة كثيرة جدا. سندين آيته لقرآن بيروس كوا أو وسيلة ما لورون دكاتو لقرآن بيروس تسيا وكلا لو آتن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كواتا بيويستا أو عمل صالح بوشي ويبكى بيغمبر فرميتي صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول أو كوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم لبوتاني باسكر ديو لبوتاني هنا أو فخذوه ولي بقرن وما نهاكم عنه أو كوا لي قد غكردن فانتهوا أنقوش بازي ليبن وهروها دفن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. پیامبر يا رسول الله اگر انگو الله تان خوش دویده اتباعي من بكن وقت اتباعي پیغمبر بكن صلى الله عليه وسلم تاكو الله خوش تان بيوليه تان خوش ببي. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالوسيلة الحاجة. لا ابن عباس خوي يقول لخوي باب الرازي بدجرنو ليردا وابتغوا إليه الوسيلة وتحاجت وتداواب كان لخوا داواب كان. وعلى هذا القول الذي روي عن ابن عباس أو هل لا أضواء البانر لسأل أو قول أشكال ابن عباس دجرته ما ناي وابتغوا إليه الوسيلة وهالي واطلبوا حاجاتكم من الله
هم حاجتان تنها الله ببارين ولي برسيار بكن، لأنه هو وحده يقدر على إعطائها. هر أوى الله سبحانه وتعالى لتوانا داها ببخشي. وما يبين معنى هذا الوجه ودلي أو آياتي ترك أو معنى أمان لبرون دكاتو لسورة العنكبوت إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. أوانيك لغير الله أنقول يان داوا دكن وعبادتيان دكن رزقيان بدستوانية، فابتغوا عند الله رزق دي تنها الله داوا رزق بكن واعبدوا تنها أو برستن. وهذا سورة النساء واسألوا الله من فضله، لا الله داوا بكن فضل تام في بخشي. ولا حديث يجد فرمي وإذا سألت فاسأل الله، أجر داوات كرتنها لا الله داوا بك. أو زهد لا أضواء البيان دي التحقيق في معنى الوسيلة، كواتا بالتحقيق معنى وسيلة لو آتا هو ما ذهب إليه عامة العلماء رأي بابنين زانان بقشتي أوي من أنها التقرب إلى الله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة نزيق بيوه لا الله تعالى بالإخلاص له في العبادة بويك عبادة كي بإخلاص على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كواتا داوای نزیک بوونەوە لە الله بکەی بەو بە ئەنجامدانێ و عیبادەتەی بە ئیخلاسەوە و بە سەوابەوە بەو شێوەیە کە پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم فەرموویتی. وتفسير ابن عباس داخل في هذا، تفسير كي ابن عباسش هر أو لنا أو معناه زيد بيتوا، لأن دعاء الله والابتهال إليه في طلب الحوائج لبرو الأخوة بارانو داوا كردني حاجة كان الأخوة من أعظم أنواع عبادتي قورترين شواز كان الدعاء هو العبادة. كواتك هذا فرمي ابن عباس ده فرمي وابتغوا إليه الوسيلة واتب بارين والأخوة ده فرمي أي شيان هر لنا وما ناقشتي زي ده بروي الدعاء هو العبادة بلكو دعاء كردن قورترين شواز كان عبادته التي هي الوسيلة إلى نيل رضاه ورحمته. كواتا بعبادته ذكري باشترين وسيلة لو كوان نزيق بي والأخوة يقولوا رزامندي أو بدزبين لنا أو عبادتانش وبتايبة وكل ابن عباس ده فرمي داوا كردن الأخوة ودعاء كرنو بارانا أو زهر لا أضواء البيان ضلي. وبهذا التحقيق تعلم إتر بوشي وازي كوا معناءات كليك دراو كوا عبادة كردني خوايا بإخلاص وبصوابه. أو زاد اللود بديارك أن ما يزعمه كثير من ملاحدة أتباع الجهال أواني كوا كسانق وازعم دكن وادعاء دكن وكو أو بيان الملاحدة ملحدا أوانا أتباع الجهال أواني كوا شوين كوتي كساني نفاما المدعين للتصوف كادعاء تصوف دكن نك تصوف حقيقي ادعاء تصوف دكن من أن المراد بالوسيلة في الآية الشيخ الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه. سبحان الله داري أزلوا بدارك أوانكوا أو ملحدانكوا شوين كوتوي كساني شي زاهلي نفاما كادعاء تصوف دكان دلين ما بس لو آت طبعا ويقلب القكان عندنا وابتغوا إليه الوسيلة ليرة دلي وسيلة أو كوا أتو لرجاء الشيخ ونزيق ببيو الأخوة سبحانه وتعالى. دلي أوا أنه تخبط في الجهل براستي روسونا لنفاميدا لنفاميو لتشويريو وضلال مبين قمراية زور عشكرايا والتلاعب بكتاب الله تعالى كاتي واتجد كان بالقلسر أو ضلال وقمراية خويان براستي أوا قام كردنا بكتاب خوا واتخاذ الوسائط من دون الله من أصول كفر الكفار. براستي ورقرتني وصيتك وواستيك لأني ما خوتو خوا كشخص يبكي واصل بين خوتو خوا يكل أصل كان كفر كافران كما صرح به تعالى في قوله عنه وكو الله تعالى سبحانه وتعالى باس كذا الباري كافران كذلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني أو بتصنع معنا لويدا برستين تاو كل أخوة من نزيق بكاتوا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ودانجو أوانت كاكان لبو إيم الله سبحانه وتعالى. فيجب على كل مكلف في ويستر سرهمو كسيتي مكلف أن يعلم بزاني أن الطريق الموصل إلى رضا الله وجنته ورحمته في ويستر سرهم كسيتي مكلف بالتأكيد بزاني
أو ڕێگای کەوا دەتگەینیتە ڕەزامەندی رب العالمین و دەتگەینتە بەهەشت و ڕەحمەتی خوا هي اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم بريتيا لشوين كوتني بيغمبر صلى الله عليه وسلم ومن حاد عن ذلك هركسك لو رجع لا يبدأ فقد ظل سواء السبيل أو براستي لراست الرجادة لا يدايا بوشيوة كخواي سبحانه وتعالى دفر ميتن ابتغوا إليه الوسيلة وسيلة ويكوا بوشيوة داواي نزيق بونا ولا الله بكي بطاعة كردني بإخلاصه بوشيوي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموت وجاهدوا في سبيله وجاهدوا أنفسكم بكفها عن الأهواء هول بدنا الأخوان نزيق بنوا طبعا هر طاعة عبادتش كادتوي أنزايم دي هوا ونفس بينا خوشة هوا وآرزو بينا خوشة مجاهدي نفسي خود بك بكفها عن الأهواء بويكوا لا أهواء وآرزو كان بيقروا وكذلك جاهدوا أعداءكم وهذا جهاد دجمناني خوا ودجمنان خوتام كان حتى تكون كلمة الله هي العليا تاوكو بوما بستش جهاد دجمنان كان تاوكو كلمي الله كلمي توحيد برز بيتوا لعلكم تفلحون رجاء أن تفوزوا بالفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة بمطلقي هاتي كاتك كاري واتانكر أوا رجاء كوا سرفرازي دنيا وقيامة بدزبينا وابتغوا إليه الوسيلة أو إليه دلي متعلق بالفعل قبله وهو وابتغوا كواتا وابتغوا إليه الوسيلة دلي أو إليه متعلق بيوستا ببيش خويبا وابتغوا يان أو بلفظ الوسيلة يعني وابتغوا إليه الوسيلة يعني متعلقة بخذي وسيلك لأنها بمعنى المتوسل به كواتا متعلقة بوسيلكي كوسيلكتي المتوسل بتسدة يخذ لأخوان زيبكي طبعا بطاعة عبادة وقدم الجار والمجرور لإفادة التخصيص كواتا وابتغوا إليه الوسيلة ليردا إليه جار مجرورة كتقديم كراية لو حالتي لبو تستخدم كراية لإفادة التخصيص كواتا لبو بتايبتي تيما مقي تنها وتنها بطاعة عبادتك أويان وسيلة نخواد نزيق دكاتو أي اطلبوا برغبة وشدة كاتزور بهز أو برغبته شي تند برغبته شي حقيقي وراستقينوا دوابك ما يقربكم إلى الله أوش تداوابك كولا أخواتا نزيق دكاتو من الأعمال الصالحة وسيلة راستقينك الأخوات نزيق دكاتو برغبته شي زورو الأخوات دوابك كبريت لك الدويتاك بإخلاص وبصوابه ولا تتقرب إلى غيره إلا في ظل طلب رضاه سبحانه كواتا لبو هيج كسيك بوشي هول مدن لي نزيق ببنوا إلا لو كسان نزيق بنوا مكر بمبست رزامندي خوا مثلا لبون منا تنها لو كسان نزيق بنوا كوا بنداتي لبو خوا دكن لو حالتي بحكم كوا ولا أو دوستاتي لبو أو إيمان دارا نبي بمبست رزامندي خوا سبحانه وتعالى قلنا همو هول التقلات لبو نزيق بونو بالأخوة أو اطلبوا متوجهين إليه سبحانه حاجتكم بتفسير ابن عباس كواتا بوشي وي داواب كان كوا همو حاجتان تنها الأخوة داواب كان لبلو بيده مقاليد السماوات والأرض لبلوي همو مقاليد وحتى همو خزينة عادوا أسمانك هلاي الله ولا تطلبوها متوجهين إلى غيره بهيج شيء لبو غير الله داوا هيج شيء مكان والمتأمل في هذه الآية الكريمة أو كوا تبيني ذكره أو كوا فكر كسك والتأمل بك وبير بكاته لو آت بيروزا يراها قد أرشدت المؤمنين إلى ما يسعدهم إيمان داران رينموني كرديا لبوئي كوا بختوربا بأن ذكرت لهم 3 وسائل وغاية سيهو كاري لو يعني باس كده وغاية وهدف الشي باس كده يعني سي بيشتشي ويك نتيجة باس كرديا سي بيشتشي وسي وسيلة بريتيا لا تقوى إخوة نزيق بونو لأخوة بوي كوا تقوى إخوة نزيق بونو لأخوة بوشتاني كوا بي رازي دبي بعمل صالح ولضمن أوانش والجهاد في سبيلي كوا توابتغوا إليه الوسيلة بقشتي هم كردو ساكان دقريتو وجاهدوا في سبيله ليرش بابلين كاتكوا أو إضافة كرا بواوي عطف لنيوانيان دا دوشتي ليك جياواز نين بلكو وصفي يكشتب
بواوي عطف لنيوانيان لبروي ليردا وكوزانان دفرمون تخصيص بعد عام كواتا لناو كردەوە چاکەکان بەتایبەتی بە جیهاد لە پێناوی الله جیهادکردن لەگەڵ نەفستان جیهادکردن لەگەڵ دوژمنانتان بأموالكم وألسنتكم وأيديكم وەکو پێیان ساسم دەفەرمی بە ماڵتان بە زمانتان بە دەستان لەگەڵ دوژمنانی خوا جیهاد بکەن لە پێناوی بەدەستهێنانی ڕەزامەندی خوای گەورە کەواتە وابتغوا إليه الوسيلة وسیلەکە گوتمان هەموو کردەوەیەکی چاکە بە ئیخلاص و بە ساواب ئەنجام بدەیت و بە تایبەتیش بە جیهادکردن لەگەڵ نەفسی خۆت و لەگەڵ دوژمنانی خوا لە پێناوی نزیک بوونەوە لە خوا سوبحانەوە وتعالە کەواتە لێرەدا سێ وەسیلەکە یاخۆ سێ مقدمە و وەسیلەکە کە باس کرا تەقوای خوا و نزیک بوونەوە لە خوای گەورە بەکردەوە چاکان بۆی کەوا دەفرمان ڕەزامەندی ئەو بە تایبەتیش بە جیهاد غایە و نەتیجەکە چییە؟ الفلاح والفوز والنجاح سرفرازي لدنيا ولقيامة ولو أن المسلمين تمسكوا بهذه الوسائل حق التمسك أجر مسلمانان بوهو كارانا بتاوتي دستي بيو بقرن بالتقوى بكردوي تساق بقشتي وبتايبتشي بجهاد لوصلوا إلى ما يسعدهم في دنياهم وفي آخرتهم أو براستي دقنا أو كاري ياخذ دقنا أو نتيجة كواس سرفرازي بختوري دنيا وقيامة دبن بەدەستهێنانی ڕەزامەندی رب العالمین و بەدەستهێنانی ئەجر و پاداشتی دنیا و قیامەت دیارە لە دوای ئەوەش وەکو لە تەفسیرەکان بەتایبەتی لە تەفسیری قاسمی زۆرێک لە ئەقوالی شەیخ الئیسلام ابن تەیمیە نەقل کردێ لە کتابی الوەسیلە کەوا زۆر پەیوەستە بەو بابەتە بەڵام لەبەر تەوابووین کات لێرە دەوەستین بە پشتیوانی رب العالمین لەوانەی داهاتوو کەمێک لەو ئەقوالانە بحثي دكين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون